البنزين بيغلى والمحلات بتقفل الساعة 9 بالليل وانت لسه مش فاهم ليه. خليني اقول لك كلام مهم، ركز معايا. الدولار اللي انت متعود عليه عدى ال 54، والذهب وصل ل 7000 جنيه، والبنزين بقى ب 22. واكيد كلنا شفنا المحلات والكافيهات والمولات بتقفل الساعة 9، وانت اول سؤال بتسأله هو ايه اللي بيحصل ومين اللي مسؤول عن ده. خليني اقول لك حاجة مهمة قوي، فركز معايا عشان يمكن تكون مفاجأة ليك. الحكومة المصرية ما خدتش قرار واحد سبب كل اللي احنا فيه. مفيش حاجة اسمها ضريبة جديدة نزلت او تعويم سمعنا عنه. اللي بيحصل ده جاي من بره واللي محدش بيشرحه. بس ليه مصر تحديدا دايما هي اللي بتدفع الثمن؟ ركز معايا شوية. في مكان في العالم انت يمكن ما تعرفش عنه معلومات كتيرة، او ما زرتوش، او ما شفتوش. المكان ده بيتحكم في سعر البنزين اللي بتحطه في عربيتك. المكان ده اسمه مضيق هرمز. مضيق في إيران عرضه 34 كيلو، متخيل؟ بيعدي منه 20% من بترول العالم كله. إيه؟ 20%، خمس بترول الكوكب. المضيق ده مقفول بقاله 5 أسابيع، وأكيد حضراتكم عارفين ليه. تفتكر النتيجة هتكون عاملة إزاي؟ سعر البرميل كان 71 دولار قبل الأزمة، دلوقتي فوق ال100. وصل في وقت من الأوقات 127 دولار. يعني البرميل اتضاعف تقريبا في 5 أسابيع. طب ده بيأثر على كل العالم، ليه مصر بتتأثر أكتر من غيرها؟ هو ده السؤال المهم. مش عشان مصر ضعيفة، علشان مصر بتشتري بترول بالدولار. يعني لما سعر البرميل يغلى وفي نفس الوقت الدولار يغلى قصاد الجنيه، الفاتورة بتاعتنا كبلد بتغلى علينا. مش مرة، لا مرتين. ده اسمه في الاقتصاد الصدمة المزدوجة. خلينا ببساطة لحضراتكم شوية. تخيل ان انت بتشتري حاجة من بره زي القمح. مصر طبعا من اكبر دول العالم في استيراد القمح. القمح سعره بالدولار، والدولار نفسه على المصريين والحكومة غالي. يعني العيش اللي على سفرتك بيغلى مرتين وانت مش واخد بالك. وده بالظبط اللي بيحصل في مصر دلوقتي. الحكومة كمان قالت ان فاتورة الغاز الشهرية اتضاعفت من 560 مليون دولار لمليار 650. انت بتتكلم في ضعف 3 مرات في شهر واحد. عشان كده الحكومة بدأت تعمل حاجات أكيد كلنا شايفينها. محلات بتقفل الساعة 9، كافيهات بتتقفل الساعة 9، مولات بتقفل الساعة 9، الإنارة في الشوارع بدأت تنخفض. كل ده ليه؟ مش عشان الحكومة عايزة تضايقك، علشان فاتورة الطاقة ما بقتش تستحمل. إيه الكلام ده؟ وكمان الحكومة فرضت شغل عن بعد يوم في الأسبوع. يعني حضرتك بدل ما تروح 5 أيام في يوم هتشتغل من البيت. ناس كتيرة فاكرة إن القرار ده علشان راحة الموظفين. يا جماعة ده قرار طاقة. لما الفاتورة بتعلى على الحكومة بيبقى قدامها 3 اختيارات لحضرتك انت الناس تدفع الزيادة، لإما هي تتحمل العجز، لإما كلنا نقلل الاستهلاك. ومصر بتعمل ال3 مع بعض. البنزين زاد، المشاريع الكبيرة وقفت، المحلات بتقفل بدري علشان الكهرباء. طب انت المفروض تعمل ايه؟ وايه علاقتك بكل اللي انا قلته؟ لو انت موظف اسمعني كويس. الأسعار هتفضل تزيد شوية كمان، مش عشان حد عايز كده، عشان في قوة أكبر من أي حكومة بتتحكم في الأسعار دلوقتي. ولو أنت صاحب شركة أو بيزنس اسمعني كويس. تكلفة الشحن، المواد الخام، التشغيل هتفضل مرتفعة لحد بس ما نشوف الموضوع ده هيروح فين. الحرب ومضيق هيروح فين. بس الحقيقة مفيش حد يقدر يلوم حد هنا. الحكومة مش بتختار تضايقك، هي بتختار بين خيارات كلها صعبة. وانت لازم تفهم ده علشان تعرف تحمي نفسك. فاهم اقتصاد مش معناه ان انت موافق عليه، معناه انك مش هتتفاجئ باللي بيحصل. وده الفرق بين واحد بيتفرج على اللي بيحصل وواحد فاهم ايه اللي بيحصل.